بأبسط طريقة وأسرع تتبيلة هتعملي بيها الشيش طاووق المشوي في الفرن، وهيطلع معاكي لونه جميل بالشكل ده ومستوي ودايب. حاجة كده تحفة، لازم تجربوه. كيلو من وراك الدجاج المخلية، قطعت كل وركة على 4 بالشكل ده. غسلته كويس بالمية والملح والليمون، صفيته من المية، شطفته مرة و2. هعمل تتبيلة حلوة للوراك. كوباية زبادي كبيرة، معلقة كبيرة من الكاتشب او الصلصة المتوفر عندك، معلقة كبيرة من المستردة، معلقة صغيرة من الصويا صوص الغامق، ولو عندك صويا صوص فاتح حطي معلقة كبيرة، ربع كوباية من الزيت النباتي. هنتبل الصوص، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم المهروس. هقلب كل المكونات دي مع بعض. امتزجت المكونات كده كلها مع بعض، هنقع فيها اوراق الفراخ واسيبها في التتبيله دي لمده ساعتين. اغلف كل قطع الفراخ بالشكل ده بالتتبيله، واغطيها وادخلها التلاجة لمده ساعتين علشان تتشرب قطع الفراخ بالتتبيله وتديني الطعم الحلو للشيش طاووق. بعد مرور ساعتين على الشيش طاووق في التلاجة في التتبيله بالشكل الجميل ده وتشرب من كل التتبيله، حضرت الخضار اللي هحطه مع الشيش طاووق، بصل وفلفل الوان. لو حضرتك حابه تزودي اي نوع خضار من عندك زي ما تحبي. هجيب خله الشيش طاووق وهدخل بصلايه بالشكل ده وقرن فلفل احمر واصفر، وبعدين احط قطعه من الشيش طاووق. ارجع تاني احط بصل وفلفل واحط الفراخ، وبعدين اقفل على الفراخ واحطه من البصل الشكل الجميل ده. هجيب صينيه بالشكل ده وادهنها بالزيت، ومش شرط ان حضرتك تبطنيها بورق الفويل زيي، انا حاطه ورق الفويل علشان اسهل نفسي غسيل الصينيه. بعد ما دهنتها بالشكل ده هرص فيها وحدات الشيش، هرص عيدان الشيش كده جنب بعض واسيب مسافه صغيره ما بينهم علشان الشيش ياخد لون من كل الجوانب. بعد ما كملت عيدان الشيش بالشكل الجميل ده ورصيتها في الصينيه، وبقيه الخضار حطيته في بقيه التتبيله وحطيته كده حواليهم. هجيب معلقه سمنه بلدي كبيره، هدهن بيها كده قطع الفراخ بالشكل ده من فوق، هتديني طعم جميل خالص للشيش، هتودي طعم الشيش في حته تانية. هدخل صينية الشيش على اعلى درجة حرارة في الفرن، واكون مشغلة الفرن من قبل ما ادخله بربع ساعة عشان يسخن الفرن معايا ويديني درجة الحرارة المظبوطة، وهخرجه بعد ما ياخد اللون الذهبي الحلو من كل الجوانب. ده شكل الشيش طاووق المشوي في الفرن بعد ما خرج. شايفين شكله وجماله عامل ازاي؟ ولا التتبيلة ريحتها خطيرة وطعمه جميل، لازم تجربوه. مستوي ودايب ومفيش احلى من كده. نقدمه مع شوية رز ابيض او نعمله في سندوتشات، حاجة كده تحفة.